يلا بقى بينا نعمل فسيخ بقى الجامد بقى، فسيخ ام جنى. عايزه اقول لكم هيطلع معاكم حلو قوي وتحفه. يعني بصوا ما فيهوش كلام. بصوا انا جبت هنا 4 سمكات، طلعوا كيلو ونص. تمام. وبعد كده رحت غسلاهم كويس قوي، غسلت الخياشيم بتاعتها. بعد كده رحت منشفاها صفيتها شويه، بعد كده رحت حطها على الصينيه اللي قدامكم دي كده على في الرف في التلاجة. وبعد كده لتاني يوم، بعد كده بقى جيت عملت لها مساج تاني يوم زي ما احنا شايفين كده. قعدت ادوس على السمكية اطريها بحيث ان هي ايه لما تيجي تتفتح معايا تبقى عاملة زي الزبدة كده. وبعد كده بقى جبت ب10 جنيه ملح خشن، وجبت وحطيت عليه بقى معلقة اللهم صل على النبي كركم، ومعلقتين شطة كبار. وبعد كده جبت السمكية كده بدفس الخياشيم بتاعتها اللهم صل على النبي بالايه بالملح والكركم والايه والشطه. طبعا ما تكتريش الكركم علشان خاطر ما يمررش معاكي برضو، اللي هي معلقه واحده كفايه قوي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. عايزه اقول لكم طلع الله اكبر جميل جدا جدا جدا. طبعا الفسيخ ده كان مطلوب مني، انا عملته لحبايبي واصحابي وعجبهم قوي، وطالبين مني ان انا اعمل لهم تاني. بعد ما خلصت بقى كده ال4 سمكات زي ما احنا شايفينهم بالشكل ده كده، جبت شنطة كبيرة كده زي ما احنا شايفين. حطيت سمكة عكس سمكة علشان خاطر ما يبقاش راسهم كده في ايه في روس بعض، لا حطيت سمكة عكس سمكة، سمكة عكس سمكة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده رشيت عليهم بقى ملح خشن، اللي هو الملح بقيت الملح يعني اللي هو متبل بالايه بالكركم والشطة. حطيت بقى شنطة جوه شنطة جوه شنطة جوه شنط كتير قوي علشان خاطر ايه ما يطلعش معانا ريحة ولا اي حاجة. هو ان شاء الله مش هيعمل معانا اي حاجة ريحة ولا اي حاجة مادام نضيف. وانتي حاطاه في كذا شنطة زي ما احنا شايفين. بصوا حطيته في كام شنطة. عايزة اقول لكم بقى ان انا حطيته في الحلة وحطيت على الحلة طرحة، يعني قفلت الغطا بتاع الحلة بطرحة كده. تمام علشان خاطر ما يجيبش ريحة. انا بقى هوريكم انا بقى بعد ما اتكمر انا قعدته 9 ايام، يعني بعد خليته يتخلل 9 ايام بس كنا في الجو حر قوي ومش مستحمل معانا اي حاجة. حطيته كده 9 ايام. بعد 9 ايام يلا بقى نشوف ايه نجيب الفسيخ ونفتح عليه. تمام. انا هنا كنت بتكلم بس ايه بقى عيالي جم غلسوا عليا، رحت كاتمه الصوت عشان انا اتكلم احسن. بص انا هنا زي ما قلت لكم، بص عملت الطرحه ازاي، لفيته كده بطرحه علشان خاطر ما يطلعش ريحه. الطرحه دي هتكتم معاكي اي ريحه هتطلع على على المطبخ بقى على الكلام ده، يعني مش هتطلع يعني ان شاء الله. يلا بقى نفتح على الفسيخ بقى ونقول بسم الله كده. عايزه اقول لكم يا ولاد يعني طلع معانا يا جماعه تحفه جدا 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 يعني. ولسه طالبين مني تاني ان انا اعملهم لهم. فجربي الطريقه دي مش هتندمي. هو بص في الحر بنسيبه 9 ايام 10 ايام، في الشتاء بنسيبه اسبوعين 20 يوم على حسب، لان الشتاء مش زي طبعا الصيف. الصيف الجو بيبقى حر والواحد ما بيستحملش اذا كان احنا جماعه بنسيح يعني. ما بالكوا بقى الفسيخ بقى. دي كده كانت اخر شنطة هفتحها اهو. وبصوا بقى بسم الله ما شاء الله كان عامل ازاي. انا عايزة اقول لكم انا فتحت واحدة معاكم وكده بعد الفيديو ده فتحت لايف علشان خاطر ايه اوريكم ان هو قد ايه كان ما شاء الله حلو جدا وكان زبدة. وعايزة اقول لكم اتكل بألف هنا وشفا طبعا وهم عجبهم جدا وشكروا لي فيه كتير. وانا نفسي دقته طبعا وكلت معاهم بقى، هم كانوا اصلا اصحابي. فلو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، اعملوا لي متابعة شجعوني علشان ايه انزلكم كل جديد بقى ان شاء الله. عايزه اقول لكم ريحته كانت تحفة. يلا بقى اللي عايز يشوف النتيجة يتفرج على اللايف.